ما يقوم به هؤلاء هو إعداد أكلة الزربيان، أبرز الأكلات في مدينة عدن، وإحدى أبرز الوجبات الشعبية في اليمن. تحتاج هذه الأكلة إلى وقت وجهد كبيرين، فمع بزوغ الفجر يبدأ الطباخون بالتحضير لها، وهي عبارة عن مزيج من الأرز واللحم والخضروات والبهارات، ولا تستخدم فيها أي زيوت صناعية. لكن هذا المزيج يحتاج إلى طريقة خاصة وخبرة كبيرة، فلا يمكن لأي طباخ أن يجيد هذه الطبخة بمجرد توفر مكوناتها لديه. لا يستطيع طباخة الزربيان إلا من كان له خبرة قديمة عالية في مجال الزربيان. عند الانتهاء من تحضير مكونات الزربيان تترك لتنضج على نار هادئة لقرابة ساعتين، بعد أن تغلق فتحات هذه القدور بإتقان تام. اخترنا وجبات الزربيان بسبب أنها تجمع الطعم الزكي الشهي بسبب مكوناتها من البهارات والتوابل، وأيضا أن لها قدرة على سد الجوع لأنها لها محتويات دسمة الرز واللحم، إضافة إلى أن لها قبول شعبي ومكانة شعبية بين الناس في اليمن عامة وفي عدن خاصة. يعود تاريخ وجبة الزربيان إلى فترة الاستعمار البريطاني لعدن، لتبرز بعد ذلك كأفضل وجبة شعبية في جنوب اليمن. أصل وجبة الزربيان هي وجبة هندية، وأتى بها الهنود، طباخين هنود أتوا عبر عندما كانت عدن استعمرها لبريطانيا، ورغبت لأنها خالية من الزيوت، لا تضاف عليها أي زيوت صناعية. شهرة هذه الوجبة ومذاقها اللذيذ جعل غير اليمنيين يحبونها، فهنا مجموعة من الطلاب العراقيين قالوا إنهم يأتون كل أسبوع لتناول الزربيان في هذا المطعم. فيها بصراحة نكهة خاصة في منطقة عدن، وخاصة يعني في اليمن وطباخينها ولها أجواءها الخاصة. وطبعا ما أخفيك يعني بالأسبوع يمكن كل مرة بالأسبوع أكثر من مرة لازم أن نذوق هذه الوجبة، وصراحة يعني وجبة روعة أكثر من روعة، ولها نكهة خاصة بأيادي الطباخين اليمنيين. ترتبط وجبة الزربيان غالبا بالمناسبات السارة، حيث تقدم في الأعراس وعند استقبال المواليد الجدد وفي حفلات التخرج من الجامعات. فلا تكتمل فرحة العريس وضيوفه في عدن وكثير من مناطق اليمن إلا بتناول هذه الأكلة، بالإضافة إلى الحلوى التي تؤكل بعد الغداء، وهي حلوى معروفة ارتبطت بالزربيان على مدى سنين طويلة. ياسر حسن، الجزيرة، عدن.